يعني حتى اديك نقطه صغيره جدا، في دول بيتفرض عليها جمارك كتيره جدا لما تيجي تستورد منها، فالدول دي هتيجي على دبي تصنع في دبي او تبقى ليها اللوجستيات بتاعتها في دبي وتصدرها للدول اللي هي بتفرض عليها ضريبه، بس هتكون ميد ان يو اي، المنتج هيبقى مكتوب عليه صنع في الامارات، فبالتالي الضريبه عليها هتبقى اقل. دبي والامارات بتجذب المستثمرين، بتجذب رواد الاعمال، بتجذب الدول انها تيجي تصنع فيها. وطبعا البنيه التحتيه سواء الانفراستراكشر سواء الاتصال سواء المواصلات، كل ده من اروع واقوى البنيه التحتيه اللي موجوده في العالم، زائد كمان البنيه التشريعيه للدوله اللي بتحمي المستثمرين وبتساعدهم في انجازات معاملاتهم وفتح البيزنس بتاعهم بطريقه رهيبه جدا. يعني ممكن خلال 24 ساعه او اقل تكون فتحت البيزنس تبعك. فتسهيلات كبيره جدا، اعمال لا ورقيه، بنتكلم على 70% من المعاملات بتتم الكترونيك او بتتم عن طريق الابلكيشنز والويب سايتس. جميل جدا. تخيل انت بتستثمر هنا دلوقتي، المستقبل هيبقى عامل ازاي؟ التاكسي الطياره يشتغل السنه الجايه، الفتره اللي جايه يشتغل قطر الاتحاد برضو السنه الجايه، وعندك الهايبر لوب اللي هيربط ما بين ابو ظبي ودبي، وهيبقى في هايبر لوب بداخل دبي ذات نفسها. فانت تخيل النهارده الاسعار اللي بنتكلم فيها دي بعدين هتبقى موجوده على اللي انا بتكلم فيه ده؟ اكيد استحاله تكون موجوده، استحاله. مع التدفق السكاني والزياده السكانيه اللي بتزيد، سواء الناس اللي جايه من بره او سواء الزياده المحليه اللي بتحصل، العقارات اللي بنتكلم عليها النهارده دي يعني ممكن تيجي فتره اللي هو لا احنا محتاجين عقارات اكتر، احنا محتاجين نزود الانتاج اكتر. يعني السنه دي احنا تجاوزنا ال 600 مليار درهم مبيعات، اكتر من نص تريليون درهم مبيعات. ف دبي اتس ا تشانس، يا تيجي دلوقتي وتلحقها يا هتصبر، بس الصبر بتاعك هيجيب لك فرص تانية بس بسعر اعلى. فالافضل انك تدخل دلوقتي لان بعدين هتبقى اتس تو ليت. ده المطار. اتكلمنا على الكثافه السكانيه، عندنا منطقه دي كلها منطقه جبل علي، سواء الفري زون او سواء منطقه جبل علي الصناعيه. بعد كده نخش على مينا جبل علي برضو، وعندنا نخله جبل علي. فانت شايف الارتباط هنا طبعا هيبقى في علاقه جميله جدا ما بين المطار وما بين مينا جبل علي، عفوا هتبقى ما بين المطار ومينا جبل علي. ليه العلاقه دي؟ علاقه البضائع، استيراد وتصدير، فلم على العالم كله هيبقى هنا. يعني تجاره، استيراد وتصدير، صناعه، كل شيء هيبقى في الجزء ده. مع نقل المطار زي ما قلنا الدنيا تبقى تمام. عندك نخله جبل علي، احنا عارفين ان العالم فيه 7 عجائب، عجائب الدنيا السبعه. ضفنا لهم 2 هنا في دبي. الاولى نخله الجميره بقت عجائب الدنيا الثامنه، ونخله جبل علي بقت عجائب الدنيا التاسعه، لان هي اتس يعني بجد ميركل. يعني عشان برضو الناس اللي فاهمه الموضوع، مش هكلمك على ازاي اتعملت في الميه وازاي نزلوا تحت البحر وعملوها والكلام ده كله، بس هديك حاجه بس صغيره كده انا وانت نفهمها بكل بساطه. شوف الرسمه بتاعت النخلتين كانها مرسومه بالورقه او القلم. يعني لما بتشوفها من فوق انت ما بتقولش انها، يعني انت مش بتتكلم انك، بس انت بتتكلم على نخله كبيره مرسومه في البحر من غير غلطات. فاحنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على حد كده قعد ورسمها. فاترسمت ازاي بقى؟ كانت مع القمر الصناعي ودنيا كبيره. فما تشغلش بالك بالموضوع، بس ده فن مش اي حد يعرف يعمله، وان عوزت تعمله عايز فلوس كتير جدا جدا. واحنا بنحمد ربنا ان الحاجات دي، او انت كمستثمر تبقى مبسوط ان المنخلتين دول اتبنوا زمان على تكلفه زمان. الاسعار اللي بيبيعوها النهارده دي لو على اسعار النهارده، لو عملنا نخله في البحر مش هتلاقي هنا هو فيلا ب 18 ولا 20 مليون، ومش هتلاقي هنا فيلا بال 40 مليون دلوقتي. عارف اللي هنا الفيلا ب 40 مليون دي كانت بتتباع ب 3 مليون و2 مليون. تخيل من 2 3 مليون بعد 20 سنه بقت ب 40 و50 مليون. هنا بتتباع ب 18 و20 مليون و30 و36 مليون و35 و40 مليون. بس كمان 10 20 سنه شوف هنا. طب يا محمد انا ايه اللي خليني ادفع 40 مليون ولا كام واقعد 20 سنه ولا 15 سنه ولا حتى 10 سنين؟ هنا ده الفرق ما بين الناس اللي، ده فرق صغير جدا ما بين المستثمرين والمستثمرين اللي عندهم لونج تيرم. مش بس يعني هو بيشتري النهارده، هو مش بيفكر اصلا يبيعها غير بعد 10 ولا 15 سنه. هو عارف هو بيحط فين، هو بيحط الفلوس بتاعته في اسيت. النهارده السعر بتاع الاسيت ده هو شويه ورق انت هتحطهم فلوس، بس بعد كده الفلوس دي سعرها بيقل لكن الاسيت سعره بيزيد، فبالتالي القيمه اللي انت حطيتها النهارده استحاله تكون هي اللي بعد 10 سنين. وهو عنده لونج تيرم، يعني مش بس، يعني هو ده تفكيرهم كده. ما بياخدش عقارات عشان يبيعها بعد 3 سنين ولا 5 سنين، ممكن يقعد معاه العقار 20 سنه. هو دول ويلث مانجمنت، الناس بتدير ثرواتها
الناس بتدير ثروات مش معاه كاش هيعمل بيه ايه؟ انا هحطه في حاجه قويه. طبعا الفتره اللي جايه في ابو ظبي بقى، والشغل حلو في ابو ظبي جاي، وكان عندنا مشروع نجيب ساويرس من اورا بين دبي وابو ظبي، وعندنا بعد كده هنخش على ابو ظبي، نشوف بقى الشغل الجميل هناك، فرصه كويسه جدا جدا هناك. طيب هنا عشان الانتربرايز هنا قلنا 2.5 مليون الايه ال1 بدروم هنا اهو، تمام. لونج تيرم زي قلت خليها معاك 10 سنين، هتعمل منها شغل حلو قوي. بعد كده مش هتلاقي الاسعار دي خالص خالص خالص. يعني انت تتوقع مثلا زياده سنويه، حط 15%، مش هقول افريج، يعني مينيمم 15%، بنتكلم على 20% زياده سنويه كمان، واتس اوكي وهيحصل. طيب عندنا هنا التطوير اللي هيحصل الفتره الجايه برضو، هنا نخله جبل علي هيبقى في شواطئ جبل علي، ويبقى في هنا يعتبر زي مارينا، فالكلام ده كله لسه ما اتعلنش عنه. كل ما المنطقه دي تتطور وكل ما المنطقه دي تكبر، كل ما اسعار العقارات فيها هتزيد والاراضي فيها هتقل، بالتالي اسعارها هتزيد. شوف انت بقى السكيرستي اللي هتكون موجوده هنا. بعد كده اللي عاوز يستثمر يا جماعه يبقى يجي يدور بقى على الاستثمار هنا كده. يعني بعد كده لما تقول انا عايز استثمر، تيجي بقى في الحتت اللي ورا خالص، اللي ورا شارع الامارات ده، شارع الامارات العابر ده، تيجي تدور بقى على حاجه هناك عشان تاخدها، مثلا تاخد استوديو هناك بعد كده ب 750 و850، ويبقى بينك وبين الداون تاون مثلا 35 دقيقه. النهارده بقول لك تعالى خد لك استوديو ولا غرفه وصاله، خد لك استوديو ب 650 ولا غرفه وصاله بمليون ولا مليون و100، ايا كان السعر الموجود دلوقتي، وانت في قلب دبي. دي كده قلب دبي، عشان نجيبها من الاخر عشان وقت الفيديو، انا مش عايزه يطول زي المره اللي فاتت. دي كده قلب دبي، يعني هو بالظبط ده احلى مربع في دبي. الامارات العابر جميل برضه، يعني مفيش منه مشكله. يعني عندنا الامارات العابر، وعندنا محمد بن زايد، وعندنا الخيل، وعندنا شارع الشيخ زايد. اي حاجه من هنا او من البحر كده حد شارع اي 311 محمد بن زايد، او بعد كده ننزل على 611 الامارات العابر، ممتازه جدا. احنا بنتكلم على سنتين 3 4 سنين، كده المكان ده كله هيبقى ساتيوريتد، مش هيبقى في مكان تشتري فيه. فالاحسن انك تشتري دلوقتي وتستثمر دلوقتي وتلحق نفسك دلوقتي. وما ننساش ان جنب المطار في مدينه الاكسبو، وجنب الاكسبو في تيرا هاوس من اعمار مشاريع لسه. كل المناطق دي اللي هنتكلم عليها بعد كده هندخل جواها ونطلع المشاريع، ونعرف الشوارع الرئيسيه والشوارع الفرعيه وايه اللي بيحصل على كل شارع، لان في زي ما قلت لك في تطورات كتيره بتحصل في المنطقه دي يعني. وفي شوارع جديده هتتفتح وهتبقى الدنيا جميله جدا، مع ارتفاع كل شارع، مع دخول المترو، مع التاكسي الطاير، مع الكلام ده كله. دبي مش هتبقى الاسعار دي بعد كده خلاص. مع ان على فكره عشان نبقى فاهمين نقطه قويه جدا، اقوى دول العالم زي الصين مثلا الجي دي بي بتاعها بيرتفع 2% سنويا. دبي الجي دي بي بتاعها اللي هو الناتج الاجمالي المحلي، بنتكلم على اخر 2024 4.5%. يعني دوله بتنمو زي الصاروخ. يعني دي 2%، هنتكلم هنا 4%. في دول بتزيد 1%، في دول بتزيد 1.5% الجي دي بي بتاعها، في ناس بتزيد 0.5%. نتكلم على دبي 4.5%. عندهم رؤيه طموحه جدا، اجنده لو عايز تعرفها وهنتكلم عليها بعد كده في فيديوهات، هنظبط الدنيا ونقعد نتكلم عليها. عندنا رؤيه اجنده دبي الاقتصاديه 2033 ممتازه جدا، تحفه، هنتكلم عليها وهنناقش فيها حاجات كتيره جدا جدا. اشترك في القناه، مزيد من الفيديوهات. محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. وعندك اي استفسار حابب ان احنا نساعدك في استثمارك العقاري في دبي، تقدر تتواصل معنا. شكرا، والسلام عليكم.